قضية ملتبسة شهدتها محافظة الكاف شمال غرب تونس، حيث لقي رقيب أول في الجيش الوطني حتفه في ظروف غامضة بعد أيام من إيقافه والتحقيق معه للاشتباه في ارتباطه بعناصر إرهابيين. كشفت وزارة الدفاع التونسية أن الفقيد مات انتحارا، فيما نفت عائلته هذه الفرضية وأكدت أنه مات تحت التعذيب. بدر تليلي رقيب أول في الجيش يعمل بالثكنة العسكرية بالكاف. الرجل في العقد الرابع من عمره فارق الحياة تاركا وراءه لغزا غامضا وحيرة كبيرة لدى عائلته. وإذا كون هو عامل واحد نطلب منهم يورونا الشيء اللي عامله، عندهم سيدي مصور واحد يورونا على شاشة التلفزيون تشقري. اتهامات خطيرة وجهت له تعلقت بصلته بجماعات إرهابية خضع على إثرها لتحقيقات أمنية منذ الأربعاء الماضي، ثم عاد إلى بيته جثة هامدة. زوجة الفقيد استنكرت الاتهامات وطالبت بفتح تحقيق في ملابسات القضية. وزارة الدفاع يجوا يجيبوا لي اللي حكموا راجلي ونهزيتوه نعم استنى هذوم الكل جيبوه لي، ما تقولوش لي مضروب صحح فما شكون متهم وفما انا نعرف راجلي وشني. وزارة الدفاع الوطني تتمسك في المقابل بموقفها وتؤكد أن وفاة العسكري بدر تليلي ناتجة عن محاولة انتحار غداة اعترافه بعلاقته بمجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، نافية أن يكون قد تعرض للتعذيب. تم الحديث على آثار تعذيب وغيره، ووزارة الدفاع الوطني تؤكد أن المؤسسة وزارة الدفاع الوطني لا تتعاطى بتاتا مع التعذيب أو الضرب أو غيره. ربما تزيل نتائج التشريح بعضا من اللبس حول أسباب وفاة تليلي أو تمكن من توضيح صورة ما حدث وكذلك الأسباب.